من سيء إلى أسوأ. هكذا يبدو حال الأحزاب وصورة نخبها في الوقت الراهن مع توالي الملفات والمتابعات في حق عدد من النخب متصدرة المشهد خلال هذه المرحلة، إذ لم تمضي سوى أشهر قليلة على انشغال الرأي العام بقضية الوزير الأسبق محمد مبديع بسبب اختلالات مالية في التسيير، حتى طفى إلى السطح موضوع أكثر حساسية له، علاقة بالاتجار الدولي بالمخدرات، يتابع فيه 25 فرداً، من بينهم عضوان ينتميان إلى حزب الأصالة والمعاصرة لهما حضور وازن في الساحة، هما سعيد الناصيري رئيس فريق الوداد وعبد النبي بعيوي رئيس جهة الشرق. ويأتي الملف الجديد ليعيد مرة أخرى طرح السؤال حول صورة الأحزاب والسياسيين المنتخبين لدى الشارع المغربي، المرتبطة أساساً بالرشوة والفساد واستغلال النفوذ، الأمر الذي يدفع نحو مزيد من تعميق أزمة الثقة في السياسية وأناسها بالبلاد، ويكرس الصورة القاتمة للمشهد، ويدفع نحو مزيد عزوف الشباب عن السياسة وممارستها.